هذه المعاملة مع الدكتور عبد العزيز خوجة كان فيها الكثير من الصلف، وكان فيها الكثير من التجاوز، وكان فيها الكثير مرفوض هذه القسوة وهذه العبارات وهذا التهديد وهذا الحديث الغير متزن مع من هو مسؤول عن هذا المعرض. الله يوفقنا. الله يوفقنا. ولكنهم ملئين بأقصى ما يعني قريبين من كل عبارات التهديد والوعيد، وبعيدين كل البعد عن عبارات الود والرحمة والمغفرة والعفو، وهم يشددون في هذا على ذلك. أنا سؤالي الله يحفظكم ووفقنا وياكم يرفع درجتك في عليين. الله يوفقك. لما تجرأ أحدهم على العمل بهذه الطريقة ورفع الصوت والأصبع إلى العين وصل. الله يوفقنا وياكم. أنا أحب معالي الوزير من باب حب محبه كذا أنصح، والله أنا أحبه لأنه للنفوس حبر جليل أن ترى العين للأنام إماما، وارث الأنبياء يا رمز طهر. فوزان، يعني أنت أحد الذين تأذوا من وضع صورته في الصفحات الأولى للصحف السعودية، وأنت يعني ظهرت بمظهر المعترض على وزير الإعلام. قلبي من مهجتي في كتابي صادق الود يذكر الأعلام، هم مصابيح في الدجى. النموذج الذي أظهرته أكثر الصحف صورتي مع وزير الثقافة مزينة بكلمات التشدد والتزمت، فكانت كاتبة عاملها الله بلطفه وعفوه تقول كان يهدد ويشير بيده ويهدد معالي الوزير. والله الصورة فعلا يعني التي رأيناها يعني فيها هذا الانطباع يا شيخ فوزان. الصورة حرفية إعلامية من الطراز الأول، وهي تنم عن شيء أن خصمك أو أن الصحافة لا يعتبرونك أنك صديق، أو لا يعتبرون أنك عدو أو أنك مخالف متشدد. يقول ويهدد معالي الوزير. وآخر في جريدة العقاد يقول يرفعون أصواتهم وأيديهم أمام وزير الثقافة، وأخرى كلمات وصمت بالإرهاب وغيره. وتقول صورة أظهرت أساليب القمع والهجوم على الناس والصراخ والزعيق، وهكذا سيل من التهم التي ألقيت جزافا. والحمد لله الذي بنعمته التهم الصالحة أن الله أظهر الكلام الذي تحدثت مع معالي الوزير، ولله الحمد والمنة. معالي الوزير الإعلام، وفي مقدمته دعاء، وفي ختامه نحن نحبك يا معالي الوزير. كم غاوي في غيه قد تمادى ورماهم بقوسه اتهاما، إن أهينوا فرفعة في هداه يرفع الله بالتقى أقواما، بجلوهم يا إخوتي والزموهم وانقشوهم على الصدور وساما، إن لقيت الأعلام في أقول وهذا المشهد الإعلامي لا أعتبره حالة شاذة أو نادرة، بل هي ظاهرة متكررة كثيرا خاصة مع رجال الحسبة والمؤسسات الشرعية، وامتد التطاول إلى العلماء كأمثال الشيخ سعد الشذري والشيخ صالح الحيدان والشيخ محمد النجد إلى آخر تلك القائمة. يوما قل لهم من دم سلاما. أليست لديك نية في مقاضاة هذه الصحف التي ربما شوهت صورتك؟ لا أطالبهم، وأقول عاملهم الله بلطفه وعفوه وسامحهم الله، وامتثل قول الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وعفى الله عنهم، وهؤلاء إخواننا، وإن بدا بيننا وبينهم شيئا من الجفوة وإن تكلم علينا بعضهم. سلاما إن لقيت الأعلام في الأرض يوما قل لهم من دم سلاما. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.